ازيكم؟ النهاردة هنتكلم عن كلب الفيلا برازيليو. اولا، تاريخ النوع. بتنحدر سلالته من البرازيل، وبيرجع تاريخ السلالة لسنة 1946. ثانيا، شكل النوع. شكله ضخم جدا ومخيف، بيكون وشه مليان تجاعيد ودانه نازلة. ألوانه تتراوح من البني والبيج والأسود. ارتفاع النوع بيتراوح من 60 ل 75 سنتي، ووزنه بيتراوح من 40 ل 55 كيلو جرام. ثالثا، استخدامات النوع. كان وما زال بيستخدم ككلب حراسة وكلب صيد في بعض الأحيان. رابعا، سلوك النوع. كلب هادي جدا، ولكنه شرس جدا جدا وقت اللزوم. شخصيته مستقلة ووفي جدا لصاحبه، وشجاع، ويبديه بنفسه، ولكنه صعب التدريب. خامسا، رأيي الشخصي. الكلب ده قوي جدا جسديا، وطبعه صعب التحكم فيه أحيانا برغم التدريب، وده لأنه مش ودود مع الناس الغريبة أو الحيوانات التانية اللي مش متعود عليهم. هيحتاج تدريب سلوكي كتير جدا في مرحلة الجراوي، ومش هينفع تسيبه لوحده حوالين أطفال أو أشخاص هو مش عارفها. شكرا للمشاهدة. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك سبسكرايب. سلام.